لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1089 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيمو خزمتان وبس رزامندي رب العالمين وهبادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وتأي إيمان داران قتال بكن لقل أوانيك ونزيك لموقع ليتان لكافركان وليجدوا فيكم غلظة باتندي لنقو ببينا لو قتالتان وبزان كبيقمان الله تعالى لقل متقين يا لواني رابردو باس ما كل برتسي لقل نزيك كان أواني كلا موقعي دور بري دولة إسلام نزيك لقل أوان بشرون أوزا بلا دور دكونوا ناكريو منطقيش نية كافرية كدولة إسلام نزيك أيوب زي بيلي بتسي لقل كافرية شي دور تر قتال بكينا خير الأقرب فالأقرب وليجدوا فيكم غلظة أي وليجد الكفار المحاربون لكم أيها المؤمنون شدة وخشونة منكم عند قتالهم تندي بنوين برانبريان تاو كافر كان غلظة تندي لنقو دبينا لو كاتك وقتالتان لقلد كان. ابن كثير دلي المؤمن الكامل أو إيمان داري كاملة هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن. إيمان داري كامل أو كسيكوا نرمونيان برانبربا برا إيمان داركي غليظا على عدوه الكافر تند برانبر بدجمن كافركي هروكو لسندين آيات كاوكو لبون من سورة المائدة فنون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تنشان أو كسان كوا الله تعالى خوشيان دي وأنش خوشيان دي أو كسانة زليلي دنوين لبو إيمان لبرانبر إيمان داران عزيزا برانبر بكافران. وهروها لا كوتا آتي سورة الفتح دفرمي محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه أوانيك لقليدان أشداء على الكفار رحماء بينهم تندن لسر كافران زور ببزيين برانبر يكتري ونوان يكتري. لتفسير الرازي دلي أو آتاه تنبيه آقادار كنم على أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة كواتا ناكرأتو هر مهم تنبينا فإنه ينفر ويوجب التفرق القومي ناكري يعني تندي بهمشي وازا كان بنوين لبروين لنتيزة خلشد ليدور دكوتوا بلقد وليجدوا فيكم غلظة يدل على تقليل الغلظة كواتنا فرمي غليظ من لقاليان دفني با غلظتي لنقو ببينن تندي لنقو ببينن كوات دفني وليجد فيكم غلظة باناي اوي كوات تندي كم بالنقو ببينن كأنه قيل لابد أن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاق وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة كوات يعني بوشي ويبن كوا أجر بقرن لصفات كانتان تمشى كان تندي شيتيدا نك تندي شيتيدا. وهذا الكلام إنما يصح في من أكثر أحواله الرقصة والرأفة كواتا أو زياتر معناه أو دقين كوا أو إيمان دار أصل وزياتر أحوال خروجته كان رحمتي لبخين دريته رأفتي لبخين دريته نرمونيالي بخين دريته ومع ذلك فلا يخلو عن نوع غلظة بعام خروجتكاني رحمته بزيون المنياني بلام نوع قلتون ديشي تلا فالأمر في هذا
فالأمر في هذا الباب لا يكون مضطردا، بل قد يحتاج تارة إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف. كواتا زيادة كواتا وليجد فيكم غلظة نكونوا غليظين، با غلظة تشتان تيدا ببين كواتا بعام أصل لمسلماني رأفة ورحمة نرمونيانية، بلان با تندي تشتان تيدا بكواتا ناكري ببردوامي نرمونيان بن وناشكري ببردوامي تند بن پێویستە توندیەکتان تێدا ببینن لە مووقعی خۆی و هەر نەرمونیانیش لە جێگای خۆی. لتفسير منار ضلي من وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين كاتك والإرداد فم وليجد فيكم غلظة دفرمي ليرجدا براستي عين إشارة الشا درباري منافق كان إذ قد ظهر على كفرهم لكاتك ذا كوا منافق كان كفر يعني بديار كوتية وهم أشد قربا من المؤمنين في المدينة نيفرموا قاتل الذين يلونكم من الكفار منافق جاري وها كفر لي بديار ذكوي إذا أوانش هل لنا مسلمانان لويا أوانش بيوست تندي لإيمان داران بين كاتكوا نفاق كان بديار ذكوي لويا تمشاهدكي هل بصحيح عبارة خواي قولة دفرمي أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار والمنافقين لسورة التحريم جهاد بكالقال كافر ومنافق كان واغضض عليهم تندبل سريان كواتا دفن آتش إشارة لبوت تندبون برامبر المنافقين كاتكوا علامات نفاق وكفر يعني بديار ذكرتك أوان يلونكم للكفار دي أوان هر زول لتنزيك نبالكو لناوتانا والتنكير غلظة في الآية يدل على أن لأولي الأمر أن يحددوها في كل زمان وكل حال بما يتفق مع المصلحة كواتا أوش تأكيد سروي ذكاته وليجد فيكم غلظة نافرمي هر غليظ من بمطلقين غلظيق لنقو ببينن تنديق لنقو ببينن فيوست أولي أمر تحديد بكاله هر زيقاك لهر كاتك سندي بيوست بو غلظتها هي بوي كوا متفق بلقل مصلحة عامي أو كاروباري مسلمانان. ابن عاشور ضل فيه مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد الكفار فيهم الشدة وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنال العدو فيحس بها كواتا عين لرجل فرمي وليجد فيكم غلظة وتغلظيك ببتايبت لميدان قتال بها مقابلك هستي بيبكا لنقو كواتا غلظيك بي تنديك بي كسي كافر لقتال ولا ميدان قتال هستي بيبكا برامبر بنقو بوي كوا فعلا ببتماي تساوش كان دنيان. واعلموا أن الله مع المتقين أي وأيقنوا يقين تانها بأي إيمان داران أن الله معكم بالنصر على أعدائكم إن اتقيتموه كواتب زانا أي إيمان داران بيقمان بيقينوا الله تعالى لقلتانا بسرتان ديخي أجر تقواتان هبي بتسي تقوى بكن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويكافر معنا كان زي بكن خوتان لقد غكراو كان بارزن ومن ذلك تقواه في جهادكم لجهاد كشتان تقواتان هبي السنور كان الله تعالى ما بزينا سنور كان الله تعالى ما بزينا لو جهادي كوادي كان براسي جهاد وكو باقي أحكام كانت كالإسلام ده ضوابطه سنوري لو داندرا بهيج شيويك جهادي أو جهادي كوالا شرع إسلام داتيا بهيج شيويك ظلمي تيدانية لبو هيج كسيك قتال جهاد تندي برامبر بو كساني كوا محاربا لبو إسلام نو كافريك بي أجر مسالم يجبيتن هرب جهاد لقالي بكرين خير بالكو كافري مسالم لجير ساي حكم إسلام جيغاي دبيتوا بلام اوي كوا قتال لقال دكري تندي برامبر بدنويندري تنها أو كافر مقاتلة كبيوست السنوري لو دابندري. أبي السعود ضل فيه وضع الظاهر موضع الضمير واعلموا أن الله مع المتقين خواهي قول لي بظاهري ناوي بيروز خوي ديني لكاتك دا ذكرى بضمير جبه لبرسية للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى. نعم بس ليرا أن الله مع المتقين كواتا ليرا التأكيد لسا مسألة تقوى دكاتو لبر أوي تيمان بقيني كوا بوشي وي أجر تقوى بكن والشهادة بكن من زمرة المتقين كواتا أو قتالي كخواي قور فرمان تاني في كردية
بەو شێوازەی کە ئەنجام بدەن لە ضمنی ئەو تەقوایەکەوە داواتان لێکرێ ئەنگۆ متەقی بن و کاتێش کەواتان کرد خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا تەئیدتان دەکاتن لەبەرەوەی تەئیدی متەقیان دەکات کەواتە مەبەستەکە لێرە ئەوەیە کەوا فعلا ئەو قیتالەش وەکو کو نوێژ و ڕۆژی و زەکات و باخی عیباداتەکانی کە لە ضمنی ئەو تەقوایە کە خوای گەورە فەرمان پێکردینە بە هەمان شێوە قیتالکردن و توندینواندن بەرامبەر بە کافری محارب عینی بە هەمان شێوە ئەویش داخلی ئەو تەقوایە کە خوای گەورە فەرمانی پێکردی و خوای گەورە ئەهلەکەش ئەهلەکەی خۆش دەوێت تەئیدیان دەکات. محمد رشید ڕیضا دەڵێ واعلم أن الله مع المتقين له بزانن کە الله تعالى لەگەڵ ئەو کەسانە کەوا تەقوایان هەیە في مراعاة أحكامه وسننه تەقوایان هەیە لە مراعات و ڕەچاوکردن ئەحکامەکانی خوای گەورە و سونەنەکانی خوای گەورە پیادە دەکەن کو لەگەڵیانە بالمعونة والنصر یارمەتیان دەدا نصرەتیان دەدا وأهمها ما يجب اتقاؤه في الحرب کەواتە تەقواش لە جیهادکردن لە حرب چییە گرنگترینیان من التقصير في أسباب النصر والغلب کەواتە تەقوانواندن لە کاتی جیهادکردن بریتە لەوەی کەوا تەقسیرید نەبی کەمکورتید نەبی لە بەدەستهێنانی ئەو ئەسبابانەی کەوا بەهۆیەوە خوای گەورە دەفەرمی ئەگەر ئەو ئەسبابانە تێدابی خوای گەورە نەسرەتتان دەدا کەوە لە کتابەکەی بەیانی کردیە والتي تعرف بالعلم والتجارب وهروها کەواتە ئەو ئەسبابانەی کەوا نەسرەتی پێ بەدەستدەین لە ئەسبابە شەرعیەکان کە خوای گەورە بەیانی کردێ و هەروها ئەو ئەسبابانەی کە بە عیلم و تەجروبە لۆت بە دیار دەکەوی کەوا یارمەتی دەرن هۆکارن لە بۆ بەدەستهێنانی نەسر كإعداد ما يستطاع من قوة والصبر والثبات إتر بدسيناني أو إلى توانات ده لقوته وهروها صبر قرتنو خوراقريو طاعة جورايليو وهروها بابنبون بنظام عامي زي شكا وترك التنازع والاختلاف وهروها بهيش شويك خود دور بكان لو كوا تفرقوا اختلاف الناو زيج دا نبي وكثرة ذكر الله زور ذكر خواهي جورا بكري والتوكل عليه فيما وراء الأسباب وأوفر التوكل الشيء لسر بكي لخارج أسباب كان كواتا أسباب كان أو شرعا بيوستا أسباب كان بدزبيني والله بسروي أو بيوستا توكل لسر خواهي سبحانه وتعالى كوي نصر الديني أسباب نيبالكو الله تعالى سعديد الله واعلموا أن الله مع المتقين أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى كواتا بزانا أو على علم تنبوي هبي يارمتي داني الله لقدر أو تقوى كوادي يارمتي داني الله لبونغو لقدر أو تقوى كوانزهم الدن سن متقيبا أو أن داخواي قولا يارمتي تانددا ابن عطية دلي في حظ الله تعالى على التقوى أو آتا أو اتداك وهان من دلب التقوى التي هي ملاك الدين والدنيا براستي تقوى كوا بهوي ودتواني بابلين تاكي وباشيكاني دنيا قيام بدزبيني وبها يلقى العدو بو تقوايا دتواني روبروي دجمن بيا وقد قال بعض الصحابة إنما تقاتلون الناس بأعمالكم وكو هندق لا يكيق لأصحاب دفرمي براستي أنقو قتال لقى الخلشي دا كان لقدر كرده وكانت تسند إصلاح وتقوى بيو ديار بي أون دتوان خوراقر بران بريان وأهلها هم المجدون في طرق الحق أنا أهل التقوى أوان كواد جدين للرجاء كان حق دا وتا رجاء حق لقدر تقوى كان دقر النبر فوعد الله تعالى أنه مع أهل التقوى ترخوا يقول وعد ذلك قال أهل التقوى بي ومن كان الله معه فلن يغلب أجر الله تعالى لقال هر كسا بالتأكيد أو كسا نادور ابن عاشور دلاء في توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي عليه الصلاة والسلام لو آتا كخواي قول خطاب كرولا إيمان داران ذكا نوق لبيغمبر صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه لا يغزو بعد ذلك سورة التوبة أحكام نهاية ذا دفر مكاتك وأخواي يقول لو آتي أخيري لو آتك ولا آخر كاني سورة التوبة نداكي لبو إيمان داران نقلبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلغير سروي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تسيدي كالدواي غزاي تبوك تسيدي كغزوناك وأن أجله الشريف قد اقترب أزل بيلوزا كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نزيق بيتوا ولعل في قوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين وهو هذا فرمي لو أنا
أو آتيت كآخر كشف ويكوتاي بياتك وبزان الله تعالى المتقين أويشان إشارة إلى التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الله معهم أويش وكد النوايا لبو إيمان دارا أجر أنقو متقيبا لدواي نماني بيغمبريش صلى الله عليه وسلم الله تعالى لقلتانا أجر أو متقيبا سنور كان ببارزا فرمان كان زيب كان لقدر تقوى الله تعالى لقلتانا كواتا لفرمي ابن عاشور دار رحمة خالي بي أو آتش إشارة لبونزي بونوي أزلي بيروزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبفعلي لدواي سورة التوبة كأحكام نهاية كانت دا زمن يشي زورنا ما بين صلى مفاتي فرمو إتر أوش براسيك لاستنباط جوانا كاني ابن عاشور رحمة خالي بدرباري وآتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.